عوضني يا الله عن كل إنسان لم يعرف قيمتي، وعن كل موقف أفسد حياتي، وعن كل يوم ظننته يومي، وعن كل صدمة أضعفتني. اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فأزلها. اللهم أبعد من يتكلم عني بالسوء، ومن يكره أن يرى سعادتي. استودعتك يا الله نفسي من ذل الحياة، ومن كبرياء النفس، ومن ضجيج التفكير، ومن عين حاسد، ومن قلب حاقد، وصداقة منافقة، وحب كاذب. اللهم إن ضلت نفسي طريقها فردها إلى طريقك ردا جميلا. فردها إلى طريقك. السلام عليكم، يسعد مساكم. مساء الفل والرضا والرزق على احلى متابعين في الدنيا. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال واحسن صحه. ورجعت لكم بيوم جديد ومكملين تجديدات بيت ابويا واول روتين. احنا لسه لحد دلوقتي مش هنقول روتينات، احنا بس تعالى اقول لكم هو ايه اللي كان بيحصل بالظبط. بس يلا بينا نقول صلوا على الحبيب عشان قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان اقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناه، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيكم يا رب، عيلتها تكبر بيكم وليكم، هتكون عيله كبيره جو جو جوي. هي يوميات السعيد وعوايده. بشكركم على كلامكم الحلو، على تفاعلكم وعلى وجودكم في حياتي. ربنا يدومكم نعمه في حياتي يا رب. هم امين يا رب العالمين. مكملين طبعا التجديدات في بيت ابويا وشكل ومنظر البيت والنتيجه النهائيه اللي احنا وصلنا لها. ده كمان استنوا جوله في مدخل البيت، ولسه كمان عملنا السلم. بصوا ان شاء الله باذن الله كل اللي جاي احلى واحلى و... وعشمنا في كرم ربنا ان شاء الله، ربنا يكرمنا. وهنبتدي بعد كده دهانات البيت بقى، ونختار مع بعض الالوان والفرش، ونعيش مع بعض كل الاجواء. هنا عايزه اقول لكم إن الصنايعيه خلصت السلم، خلصت سيراميك مدخل بيت زي ما انتم شفتوا كده يا بنات. وبتحط اللي هو اللي بتسقي الارض، اللي هي الجير ده، اللي هو الاسمنت الابيض، عشان الفتحات اللي انتم بتشوفوها بين اي سيراميك بيركب، بتلاقوا الفتحات دي بتبقى اللون الابيض فيها كده، بيسقوها باللون الابيض يعني، اللي هو الجبس الابيض ده اللي هم بيعملوه يعني. فاضطروا ان هم ياخدوا السلم كده بالخرطوم. طبعا معلش انا مش بصور، خدوا السلم، ما لحقتش غير في الاخر يعني، ما بلاقي حد يصور لي. زي ما انتوا عارفين انا مش بلاقي حد يصور، فجابوا السلم من فوق كده بالخرطوم، شطفوه علشان، وشطفوا الصاله كده عشان يسقوها بالجبس الابيض ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، الفراغات كلها. عايزه اقول لكم المسافه اللي بين المسافه هبقى اصورها لكم ان شاء الله باذن الله لما ارجع. المسافه اللي بقت بين الارض، اللي بقت بين البهايم، حوش البهايم يعني ارضيه مدخل البهايم، بقت عاليه جدا يعني. مهما حصل من البهايم مفيش حاجه تدخل الصاله خالص، لان يتحط طوب، وتحط زلط، وتحطت كراكيب وكسير. ومش بس كده كمان، وبعد كده اتحطت الرمله، وكنا صبنا تحت السلم. ففي فرق علو كبير قوي، ومسافه كبيره قوي ما بين الحوش بتاع البهايم، مدخل البهايم وانت داخله البهايم كده، عايزه عتبه تاني، فاهمين؟ ففي فرق كبير خالص، حلو جدا يعني، الحمد لله. وبعدين احنا مفيش حد بيجي دلوقتي من ساعه ما ظبطنا الدنيا، مفيش حد بيجي بيطلع من البهايم يعني بيدخل من الباب ده، بيدخلوا من الشارع، فاهمين ازاي؟ الا بس للضروره القصوى، بس امي هي اللي بتدخل. هو عموما امي يعني هي دي بس الوحيده اللي بتدخل للبهايم، واخواتي بيدخلوا من الباب التاني اللي هو جنب الباب ده. هبقى اصوره لكم يعني عشان تبقوا فاهمين معايا الحته الخرابه اللي من ورا يعني. في بوابه تاني وبيدخلوا ويطلعوا منها عشان الارض ما تتبهدلش. حطوا شبشب اللي هو وانتي في ارضيه، واول ما تفتح الباب بتاع البهايم في شبشب اتحط، وانتي طالعه وبتركني الشبشب اللي انت لابساه من بره على السيراميك، بتلبسيه. وانتي طالعه بتسيبيه في مدخل البهايم من تحت برضه، ما بيطلعش بيه على الصاله، عشان دلوقتي الوضع اختلف يعني. الارض نطفت والدنيا نطفت، عشان ما يتعودش على الدنيا تكون متبهدله. خاصة مدخل البيت بقى نور بقى حاجة تاني يعني. فالمهم ان هم محافظين على الموضوع ده يعني. احنا كنا هنقفل المدخل بتاع البهايم يا بنات، كنا هنقفله، بس عشان خاطر امي
يعني الطيور بتاعتها كلها اتنقلت هناك، والبهايم لو احتاجت تعدي مش هينفع، ساعات بتبقى ناس في الشارع وناس في الطريق وتعدي في أي وقت. يعني ممكن تكون البوابة مقفولة وتعدي بالليل متأخر، تعدي الصبح بدري الساعة 5 الساعة 6 اللي هو من جوه البيت يعني. فاحنا محتاجين الباب ده، لولا ان احنا محتاجينه كنا لغيناه، بس احنا بصراحة محتاجينه يعني. أمي لو حبت تدخل كده في أي وقت آه، بتدخل منه وبتعدي منه برضه، ما بتعديش من الشارع. بس كده، لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد مني. مش طالبه من اخواتي ومتابعيني الا يشاهدوا اعلان واحد بس، عايزين ربنا يكرمنا يا بنات ونكمل $100 ان شاء الله باذن الله تعالى. لسه يا مريم ادعوني ربنا يسهل لنا الحال ان شاء الله، ونقدر ان احنا ايه آه نعمل اي حاجه. بالنسبه للناس اللي بتسأل على المشاهدات، والله هي المشاهدات كده ارزاق من عند ربنا سبحانه وتعالى. دايما بدعي ربنا بالمال الحلال، هو ده يمكن رزقه وهو ده مالي الحلال اللي ربنا كاتبه لي. هي المشاهدات كده، انا تجديدات و... بنوع في الفيديوهات، بصور كل اللي بقدر عليه، بنزل لكم كل يوم فيديو غير اخوه. بحاول ان انا اغير، فما بعملش حتى روتينات خالص. الناس اللي بتقول على طول كنس ومسح لنا فتره كبيره جدا، مفيش الا الروتين بتاع امبارح بس اللي عملته في بيتي يعني عشان المساحات، فنزلته لكم يعني عشان امسحه عشان المساحه. يعني لان عندي لسه شويه فيديوهات من التجديدات عايزه انزلها لكم. فنقول ده ارزاق، وفي نفس الوقت انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى واقول اللهم لك الحمد. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيكتب لناش الا كل خير وراضيه يعني من جوايا كده، راضيه وبحمد ربنا على كل حاجه ربنا بيكتبها لي، انا بحمد ربنا عليها الحمد لله، اللهم لك الحمد. كده انه بيرش الارض كده، بصوا شايفين عمالين من الاسمنت ده الابيض ولا الجبس ده ولا مش عارفه اسمه ايه ده، بس هو تقريبا اسمنت ابيض يعني. آه، فهتحسوا كده بصوا عمالين يعملوا الأرضية كده، عملوا الأول بالمية وبعد كده هيبتدوا إن هم يعملوا بصوا السلك والمساحات. ومش أي مساحة على فكرة، جبنا لهم مساحة قالوا لا دي مش هتنفع، هاتوا مساحة غيرها. يعني مش أي مساحة كمان بتمشي في الموضوع ده، هي عشان تبقوا فاهمين. بس مش عارفة كان ايه العقبة يعني فيها، بس مش عارفة. المهم كده يا بنات، طبعا أنا بعتذر منكم على اللي بيصور، اللي بيصور بيلف كده وراهم مش واقف ثابت كده من بعيد، بعتذر لكم يعني على اللي بيصور. المهم ان هم صوروا يعني اي حاجه اصورها، يعني ان انا تعبانه جدا في التجديدات، لاني وضع اللي احنا اتربينا وطلعنا عليه يعني انه ما ينفعش، عيب وحرام ان احنا يعني نكون متواجدين قدام اي حد غريب. يعني مش احنا بس، اي حد يعني. أمة محمد كلها ربنا يحفظها ويحميها يا رب، وينعم علينا بالستر والصحة وراحة البال. ادعوا لي ربنا يكرمني بالميت الملك أنا وأنتوا كل من قال آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يجعل بناتي من أحسن الناس يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين ويبارك فيهم. وادعوا لمريم ربنا يهديها ويصلح من حالها يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين ويبعد عنها كل عين وكل وحش. وادعوا لسهير ربنا يسد عليها من ديون، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا لي ربنا يشفيني ويعافيني ويشفي كل مريض بيتألم ويبدل جسدي بجسد سليم معافى. بالنسبة للأسئلة اللي سألت لي عاملة إيه بمناسبة إن إحنا جبنا سيرة في العلاج، أنا ماشية زي ما أنا على العلاج لسه. في المفروض إشاعات وتحاليل مطلوبة مني، أنا لحد دلوقتي ما عملتهاش ليه يا أم مريم؟ هقول لكم مش عارفة. آه، توتر، كسل، هو عموما يعني عموما أنا مش من ضمن الناس اللي هي بتاعت يعني اللي هي اوهم نفسي، ومش من الناس اللي بحب ان انا اعمل اشاعات وتحاليل. لا انا مش من الناس دي على فكره. انا عادي يعني، ما بحبش ادخل في دايره المرض. مش عارفه ضعف مني ان انا مش قادره ان انا احارب او اقاوم يعني. المهم ان انا ما بسلمش نفسي، ما بحبش ادخل نفسي في دايره المرض ولا ادخل في متاهات الدكاتره. لولا الالم الشديد اللي انا فيه انا ممكن ما كنتش رحت ولا باخد علاج. بس برضو يعني المفروض ان انا هكمل، هعمل اشاعه لازم لازم عشان تحدد موضوع العملية اللي أنا أساسا وقفتها يعني. المفروض إن أنا كنت عملتها بس أنا مش هعمل. ومش عارفة عندي عندي بصوا حسن ظن كده بالله سبحانه وتعالى إن أنا يعني مش هعمل عمليات، يعني إن ربنا سبحانه وتعالى هيجبرني وهيرضيني وهيشفيني برضو ويعافيني ومقتنعة يعني من جوايا راضية بكده إن أنا مش هاخد بنتي، مش هدخل عمليات إن شاء الله. ادعولي.
فانا ماشيه على علاجي من 6 شهور لسنه. بروح عند الدكتور كده 15 20 يوم. حتى انا يعني المره دي عوجت ما رحتلوش، يعني بروح له مره كشف ومره عاده، وماشيه على علاج. العلاج انا شفته امبارح في فيديو امبارح، باخد في اليوم 7 برشامات، باخد 2 كبسول و5 برشام يوميا، غير المرهم، غير عندي برشام مسكن وقت اللزوم. بس انا يعني لما هيكون مثلا، يعني مثلا هجف مثلا اقضي حاجه باخدها، متألمة حاسة بألم شديد في ظهري، بتسكن الألم نهائي، بتشيل الألم اللي في ظهري باخدها. غير كده لا، يعني 8 أنواع برشام أنا ماشية عليه، بس المسكن باخده عند اللزوم يعني. عايزة أقول لكم ليا كام يوم إن دلوقتي أنا داخلة في شهرين أهو في العلاج، حاسة بمعدتي كده، عارفين تحس، حاسة كده بتجلي في معدتي، حاسة معدتي كده من جوه فيها حاجة مش عارفة أوصلها لكم إزاي يعني. ابتدت تتأثر بالعلاج. عشان كده دايما نقول يا ربي أهم حاجة يدينا الصحة والستر، أهم في الدنيا، أهم من الفلوس وأهم من أي حاجة تاني هي الصحة والستر يعني. فحاسة كده بألم، أكل ابتدى يجل. فلسه دي أنا عايزة أروح أشوف الدنيا إيه، لأن علاج على طول على طول في المعدة أكيد هيتعب فم المعدة ويعمل التهابات ويعمل ألم في المعدة. والأيام دي بقيت أحس بحرجان، بحس بألم كده دايما مغص في المعدة يعني. اليوم اللي انا يعني بتاخر فيه عن العلاج، او اليوم اللي انا ما باخدش العلاج في انتظام، بحس معدتي مرتاحه فما باخدش. بحس كده اليوم اللي اصحى فيه احس بألم شديد في معدتي كده، اول ما اخد الصبح، باخد 2 الصبح على الريق، احس بالألم زاد، بوقف ساعات باخد مسكن للمعده. بس شيء طبيعي يعني ان العلاج، اي علاج بيأثر. احنا نقول الحمد لله، ربنا يشفي مرضى السرطان يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويقويهم على الامهم وعلى مرضهم وعلى اللي بيحصل فيهم وفي جسمهم. ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويشفي ام حسن يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ام حسن ما زالت بتعاني من المرض وما زالت في العلاج، في متاهات على طول باستمرار وألم شديد يعني. فنقول الحمد لله، ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض بيتألم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب ان شاء الله ما يكتب لنا شر لا احنا ولا اولادنا يا رب ولا امة محمد. ما تنسوش ام مريم من دعواتكم الحلوه، ربنا يكرمنا بالملك، اللهم امين يا رب العالمين كده، يوسع علينا ويكرمنا في القناه. ادعوا للقناه يا بنات، ربنا يكرمنا فيها. الناس اللي زعلانه على مشاهدات القناه تدعي للقناه كده ان ربنا يجبرنا فيها جبر ان شاء الله يتعجب ليها للسماء والارض. قولوا ان شاء الله مين. اللهم امين يا رب العالمين. آه بصوا، خلص بالسلك كده زي ما انتم شايفين يا بنات، وابتدوا ايه يمشوا على الارض. طبعا ده الشغل بتاعهم اللي هم عارفينه يعني، بالسلك كده، وابتدوا ان هم يمشوا على الارضيه كلها كده ويلمعوا الارض ويرمعوا البلاط. ان شاء الله الجوله هعملها لكم يا بنات فيديو بكره، احتمال بكره او بعده. حاجه كده حلوه حلوه يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا المقطع ده يا بنات كده، بصوا زي ما انتم شايفين باقي تركيب السلم اللي احنا ما كملناهوش مع بعض كده يا بنات، اللي هي الجوانب بتاعت السلم كده وهي بتتركب يعني. انتوا عارفين السلم اخد من الدور الارضي لحد الدور التاني. احنا وقفنا في الدور التاني، احنا عملنا الدورين رخام لحد شقة العريس. وقف، انا صورت لكم ووريتكم، وقف لحد الدور الرابع، يعني الدور التاني والتالت. فاخدنا الدورين، الرابع لا، الرابع صبة كده، لان احنا عندنا الرابع يعني مش هيتبني، يعني الرابع خلاص كده. زي ما شفتوا العشش والاوضه اللي احنا عملناها بالخشب مع بعضينا. حابه اصور لكم تاني لو حابين كده اللي احنا نحط فيها اي حاجه، لان احنا كنا لما بنتزنق ساعات، امي كانت جانيه فراخ بيضه في الشقه بتاعت اخوي، ما بنتزنق بنحط حاجات فيها. فدلوقتي خلاص عملنا عشش فوق في الرابع. وكمان اللهم صل على حضرة الصلاة والسلام، الكلام بيتوه مني. عملنا الأوضة عشان نخليها خزين. الأوضة اللي انتوا شفتوني يا بنات صورتها لكم، يعني اللي احنا عملناها بالخشب فوق لو انتوا فاكرين يعني. بصوا ابتدينا نظبط يعني، بصوا كأننا بنبني البيت من أول وجديد. وطبعا النظافة حلوة، بس تعبنا كتير، نقول ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلنا النتيجة. اللهم لك الحمد يعني، الحمد لله الحمد لله، نحمد ربنا عليها، وربنا يا رب يتممه على خير. وادعوا لاخويا ربنا يكرمه بالزوجة الصالحة اللي تسعد وتريحه ويكرمه بالذرية الصالحة، اللهم امين يا رب العالمين، ويوفقه. احنا لسه لحد دلوقتي
ما خطبنالوش يعني، أكيد أول ما هنخطب أو أول ما نقرا فاتحة أو أول ما نتكلم أكيد على طول هابلغكم بإذن الله بكل التفاصيل، نعيش مع بعض بقى بعد كده، نعيش مع بعض أجواء الفرح كلها بإذن الله تعالى. متنسوش يا بنات نكتر من الاستغفار، اللهم إني أستغفرك ربي وأتوب إليك، ومن الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنز من كنوز الدنيا والآخرة يا بنات، وما ننساش برضو الحول، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل أم بتشوفني ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يدومك نعمة في حياتنا يا أمي، اللهم آمين يا رب العالمين. متابعة امبارح بتقول لي يا ام مريم ما تقوليش مسواهم، قولي مأواهم الجنة. ماشي حبيبتي تسلميلي، رب واي حد والديه متوفيين ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مأواهم الجنة. وبفرح خالص لما بتردوا عليا، بفرح خالص لما بتعدلوا من حاجة غلط أنا بقولها أو مش واخدة بالي منها، أو لساننا اتعود دايما تلاقي الكل يقول لك يا مسواهم الجنة مسواهم الجنة، مش أنا بس يعني، تلاقي كتير خالص بنقول مسواهم مسواهم. فبعد كده بقى نقول إن ربنا يجعل مأواهم الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. والصدقه وقرايه القران والدعاء هي اجمل هديه نقدمها لوالدينا في حياتنا وبعد ما ماتنا. ما تنسوش في فيديو نزل اول امبارح بتاع متابعه ليا هي في حيره، طبعا بشكر متابعيني على التعليقات الحلوه، التعليقات اللي اتكتبت، فهي لسه لحد دلوقتي برضو بتسالني ان الفيديو يعني حتى ما جابش ال2000 او 3000 مشاهده. ادخلوا اسمعوا الفيديو واكتبوا رايكم في التعليقات ليها، لان هي انتوا ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ربنا سبحانه وتعالى الفيصل في الموضوع، لاني بناء على تعليقاتكم او ارائكم او تفكيركم او فكرتكم هي هتاخد قرار. انا برضو عندي تطفل، متابعه معاها يعني، وبقول لها اهو هي لازم تقول لي هي هتعمل ايه، يعني النتيجه النهائيه هتكون ايه، هترتبط بمين، هتاخد مين اللي اهلها شايفينه انه مناسب ليهم، ولا هتتمسك بحب عمرها الانسان اللي هيكون حاجة في المجتمع أو طالع على إيده، اللي بيكافح وبتكافح معاه وهيبقى حاجة كويسة. أنا واثقة في الله سبحانه وتعالى، هو بيجي مش لسه هيبقى يعني، وحياته أكيد هيبقى ما شاء الله تبارك الرحمن في حتة تانية. عايزة أعرف النتيجة هتكون إيه، هتوصل لحد فين. فعايزاكم تشوفوا الفيديو بتاعها، وعايزاكم تقولوا رأيكم ضروري يا بنات. فيديو نزل أول امبارح، أنا حتى كاتبة عليه العنوان عشان كلكم تدخلوا تشوفوا قصتها وتشوفوا موضوعها وتشوفوا الدنيا يعني قد إيه إن مفيش حد مرتاح. كل الطبقات أيا كانت حتى الناس اللي فوق، مفيش حد مرتاح، مفيش مشاكل، مفيش هموم، كله موجود، كله مشاكل وكله هموم، كله في حيرة، كله في يعني. عايزه اقول لكم ربنا ينعم علينا بالستر والصحه ونشوف ولادنا احسن الناس، اللهم امين يا رب العالمين، ده اهم في الموضوع يعني. كلمتها امبارح فبطمن عليها، امها رافضه تصالحها او تكلمها، مش عارفه ليه يعني. و ربنا يصلح لك الحال يا رب يعني. تعالوا يلا بكده بينا نقول دعوة حلوة من القلب، دعوة حلوة من القلب لكل عيلة الصعيد وعوايده بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب لأهل السماء والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويفتح لكم أبواب الرزق والسعادة والهنا، اللهم آمين يا رب العالمين. عايزة أقول لكم دي العتبة بتاعت أخويا اللي إحنا بنركبها دي، عشان تبقوا عارفين يعني، اللي بتبقى قدام باب الشقة، فبيركبوها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دعوة حلوة من القلب لابو احمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه، يشفي كل مريض بيتألم، اللهم امين يا رب العالمين. دعوه حلوه لام سلمان بالصحه والستر وراحه البال ورزق يتعجب ليها للسماء والارض، ربنا يفك كربها ويزيل همها، ربنا يحفظها هي واولادها يا رب، يجمعها بالنبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. دعوه حلوه لمتابعتي امال حبيبتي، بتقول لي ادعي لي ان شاء الله يا رب تسلمي لي حبيبتي، اكتبوا الدعوات في اول تعليق مثبت عشان محدش يزعل مني. بتقول ادعي لي يرزق بنتي الكبرى بالزوج الصالح، ويرزق امي بالشفاء لانها مريضه، ربنا يشفيها ويعافيها، واتمنى ان يقبلوا ابني في كليه الطب من الجزائر حبيبتي، ربنا ان شاء الله يكرمه، وطمنينا عليهم في التعليقات ويحفظه لك ويدخل كليه الطب. دعوه حلوه لانسه منى، ربنا يفك كربها ويزيل همها، اللهم امين يا رب العالمين، ويرزقها ويعوض عليها، لان في ديك